أهلا وسهلا بيكم معانا في قناة كذا. النهاردة هنعمل الحرق على الخشب وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمل كمان إن الشكل اللي احنا هنعمله ممكن نعمله لوحة، ممكن تتحط على ستاند، ممكن نعملها زي ما احنا شايفين كده، أو إن أنا أعملها كوستر وزينة تتحط على طاولة استقبال رمضان. الأول إيه الأدوات اللي احنا هنستخدمها؟ هنجيب التصميم اللي احنا عايزينه، سواء كان كلمة رمضان كريم، أنا اخترت رمضان كريم، أو رسمة، أو فلاورز، أو أي شكل احنا عايزينه. هنطبعه على الطبعة اللي في البيت، أو إن احنا نشفها من على التابلت أو من على اللابتوب. المهم يبقى عندنا تصميم هنقدر ننفذه، يكون بسيط وما يكونش فيه تفاصيل كتيرة قوي لو أنا لسه مبتدئة في الحرق. وورق كربون ده اللي يساعدني ان انا انقل الرسمة على الخشب، وطبعا مقاس الخشب اللي انتوا عايزينه. الكربون ده ممكن نستغنى عنه ان انا اشف الرسمة او ارسمها اضغط عليها على الخشب، هتطبع على الخشب. باي اسلوب انقل التصميم على الخشبة. اشوف هوزع التصميم ازاي، بالطول او بالعرض. انا عشان المأذنة في الرسمة فيها استطالة، فاخترت ان التصميم يكون بالطول. لو عملته بالعرض هيحس ان هو مضغوط شوية. لازم اراعي النسب واراعي الشكل العام في الصورة، سواء كانت طولية او عرضية. هظبطها مع ورقة الكربون وهثبتها علشان ما تتحركش مني وانا بنقل، لانه الخط اللي هيتعمل خلاص هيطبع على الخشب، ويبقى صعب شوية ان انا اشيله. وبقلم رصاص او قلم جاف او ستيك بتاع الشوي، اي حاجة بس اضغط بيها على حدود الرسمة بتاعتي وبنقلها بالظبط. ولو الخط مني بعد شوية عن الرسمة مرجعش اعيد عليه تاني، لانه هيبقى عندي خطين بعد ما اشيل الورقة. هيبقى عندي خطين مطبوعين. الخط طلع صح، تمام. طلع فيه ميل شوية، خلاص ما مرجعش اعيده تاني. هو هيكون الرسمة كده، عشان ما يبقاش عندي التصميم بتاعي فيه كذا خط وشكله مشوه ومش نضيف. بعد ما حددت كل التصميم اللي انا عايزاه، بشيل الكربون والورقة ديت، بيكون طبع خلاص على الخشب. اتأكد قبل ما اشيل اللزق انه كل التصميم بكل تفاصيله طلعت زي ما احنا شايفين. طالع مظبوط جدا وواضح جدا بالكربون. الكربون ده فيه منه اسود وازرق واصفر وازرق، فيه الوان كتيرة جدا، اللي هو اللايت بلو اقصد، يعني اللي هو الازرق الفاتح. بنستخدمه كمان، بيستخدموه بتوع التفصيل لما بينقلوا الباترون على القماش. مكنة الحرق في منها أشكال كتيرة، وفي الكاوية اللي هي بتاعت لحام المعدن، بيستخدموها الكهربائية في لحم الأسلاك الكهربائية. وفي بالشكل ده، في منها أشكال كتيرة جدا جدا ومتوفرة في أماكن كتير. المرحلة دي أبقى حريصة جدا إن أمسك مكنة الحرق من بعيد، من الحتة البلاستيك دي، لأن الحتة التانية دي اللي هي بيكون سخنة جدا وممكن تسبب حرائق لا قدر الله. بمشي بالمرحلة دي بالراحة، يعني أنا دلوقتي ماشية بنفس السرعة اللي أنا اشتغلت بيها، بس بعد كده هسرع عشان نفس الخطوات بتتكرر. هيبقى شوية في دخان بيطلع، أبقى قاعدة في مكان جيد التهوية وجنب شباك. هو مش بيبقى قوي جدا، بس اللي عندهم كتمة أو عندهم بيتعبوا من الدخان دوت أو من الروايح دي، يفضل إنهم يقعدوا في مكان جيد التهوية. بمشي بالراحة جدا، بظبط الخطوط الأول، وبعدين بعبي اللي ما بين الخطين باللون الغامق اللي هو حرق الخشب. هكمل بقية الرسمة بنفس الشكل، ولو في خط مال مني أو اتعوج برجع أظبطه بالراحة جدا. الخطوة دي مهمة جدا إن أنا أكون هادية
معايا وقت، مش مستعجلة عشان تطلع معايا مظبوطة، أبدأ أحرك الخشبة في اتجاه إيدي، مبقاش مثبتاها في حتة واحدة، هلاقي إن هي الخطوط ما بتطلعش مظبوط، بفضل ألف وأنا بتحرك بالمكنة الحرق، بلف الخشبة بالاتجاهات بتاعة الحروف. بعد ما أحدد كل الأوتلاين أو كل الخطوط الخارجية للرسمة بتاعتي، أبدأ أعبيها بالحرق اللون الغامق. خلصت كل الرسم أو التصميم بتاعي، خلصته تمام. عايزة أغير السلاح أو السن بتاع المكنة ديت علشان أديله شكل تاني للزخرفة اللي هعملها. لازم في القطنة دي أو السفنجة دي الستاند بتاع المكنة بيكون فيه مية، ببردها على طول بالمفك بتاعها، بفكه، مش لازم طبعا أفك المسمار كله، هو اتفك كله معايا، بفكه بس بهويه شوية وبرجع أحط الشكل التاني وأثبته تماما بالمفك الصغير اللي موجود معاها، واستنى دقيقة مش أكتر من دقيقة بيسخن كويس. أبدأ أعمل الزخارف اللي أنا عايزاها. أنا اخترت الشكل ده عشان يديني شكل نص دايرة أو دايرة على الأطراف، بزخرفها بالطريقة اللي أنا عايزاها. ممكن بقف عند المرحلة دي وبكمل مثلا بألوان، يعني أنا هدخل برضو الألوان وهقول لكم أي ألوان مناسبة للخشب دلوقتي. وهي سخنة كده باخد الدواير حوالين التصميم بتاعي كله، بتديني الزخرفة كويسة، وبرضو استخدمت الحرق. لما عملت الشكل دوت استخدمت الألوان المائية. الألوان المائية هي أنسب حاجة للخشب لأنها شفافة، مش هتعتملي أو يعني تخفيلي ملمس الخشب نفسه. فألوان المائية ألوان شفافة وألوان كويسة جدا، لو حطيتها على الخشب هتديني شكل جميل. اخترت اللون الذهبي مع البينك الفاتح والبينك الترابي شوية، دولت التلات الألوان اللي استخدمتهم في الدوائر. لحد ما خلصت كده أنا كده خلصت الشكل، ممكن أكتفي بيه وأحطه على ستاند، وكده خلصت الشكل بتاعي. بس أنا عايزة أعملها معلقة. المعلقة دي فيها نجوم أو فيها مربع، فيها أشكال تانية بتعبر عن رمضان. نفس الأسلوب هستخدمه، إن أنا جبت النجمة وجبت تصميم لفانوس، وبنفس الطريقة هطبعه على الخشبة وهحرقه، هدخل لون في النجمة. هنا أنا بعد ما خلصتها هتشوفوا دلوقتي، بعد ما خلصتها دخلت اللون في الباك جراوند كله. وعملت شكل تاني للمربع، اللي هو شكل اللي هو الحركة اللي هي حركة التنورة دي، أو رأس التنورة، أو الشخص اللي بيبقى لابس اللبس ده، برضو مناسب جدا. فعملته بنفس الأسلوب، وعملت زخارف حوالين
الشكلين بالدايرة ودخلت الألوان وظبطتهم مع بعض. هجيب مسمار أو هجيب أي حاجة أعمل بيها خرم صغير في الخشب، لأن الخشب أصلا خشب خفيف، وهبدأ أعمل لهم الإخراج بتاعهم بالشكل اللي أنا عايزاه. وممكن برضو إن أنا أستخدم المسدس الغيرة، إن أنا ألزق الخيط من ورا، إن أنا بلحم يعني بوصل الشكلين مع بعض عشان تقدر تتعلق بيها. هاسيبكم إزاي نكون بنعمل لها إخراج. ليكم مطلق الحرية إنكم تعملوها شكل نجمة أو شكل مربع يكون كوستر مثلا، والشكل التاني يعلق على الحيطة أو يتحط على الستاند. ليكم مطلق الحرية إنكم تستخدموها الاستخدام المناسب ليكم. وكده يكون الفيديو بتاعنا تقريبا خلص، وإن شاء الله يكون كان سهل وبسيط تنفيذه. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. شكرا، باي.